اهلا بنات، اليوم غنشارك معكم دي السيجار اللي كيجيو لذاذ مقرمشين بواحد العجين سحريه بدون ورقه البسطيله، بطريقه اللي هي سهله مبسطه للبنات لاول مره اللي بغات تجرب هاد العجينه ولا بغات تجرب شي حاجه مالحه. اجي دخلي وتكملي معايا الفيديو، تبعي معايا مقادير والطريقه ديال التحضير وان شاء الله غتنجح معاك. كنحتاج 350 غرام ديال الدقيق اولا زلافه ونص. يعني زلافه مملوءه ونص ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات باش تنجح معاك ان شاء الله. واحد المعلقه ديال العسل اولا السكر اللي بغيتي، معلقه ديال الملحه وشويه الماء دافي. صافي كنجمع العجينه. ما كدلكيها ما والو، بحال هكا كتجمعيها بصبيعاتك حتى كتجمع لك كامله وتخليها ترتاح كما شفتوا. ما مدلوكه ما حتى حاجه، كنخليها ترتاح، كندير لها بلاستيك ونخليها ترتاح واحد المده. ملي كنمشي نصايب الحشوبه ديالتي درت فيها قطع ديال البصله، واحد الحبه ديال البصله قطعتها مربعات صغيره، حكيت واحد الجزره وقطعت واحد الفلفله خضراء مربعات صغيره اولا طحنيهم في الهشوار. خديت القزبر المعدنوس وما قرطتهم مزيان. بالنسبه للتوابل درت معلقه صغيره ديال الملحه وكمون راس المعلقه. درت خرقوم بلدي والتحميره معلقه تكون ما مملوءاش بزاف. درت ضامه ديال البقري الا هذه زدتها، يعني اللي بغيتي ديريها نتيا ضيفيها. درت واحد المعلقه صغيره ديال لاصوص الصوجا، اولا الا كانت ثقيله ديري نص معلقه، ولا كانت خفيفه ديري معلقه مملوءه. صافي هنا كنحرك. درت صدر ديال الدجاج تقريبا واحد 200 غرام ديال صدر ديال الدجاج مربعات صغيره حتى هي، بحال طحنته يعني خليته في الهشوار، طحنته طحنه وحده وخرجته. هنا العجينه كيف ما شفتوا بعد ما جبدتها من البلاستيكه كتشوفوا بحال دلكتها كتجي لينه رطيبه مع اليد. كنقسم هاد العجين الى 5 الكرات اللي يكونوا متساويين بهاد الطريقه هذه. غندهنهم بشويه الزيت ونوضعهم في شي بلاطو، ونغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. صافي وكديك الساعه كتبداي تدلكي فيهم. غادي تخليهم يرتاحوا ضروري قد ما ارتاحت العجينه. اول حاجه ديرها هي عجني عاد باش تسيري قضي الاشغال ديالك وغتلقيها رطبه وغدا معاك. عندي هنايا الزبده اللي ذوبتها وضفت عليها معلقه ديال النشا اولا مايزينا ومعلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. صافي هنا كندهن سطح العمل، كندلك اولا كنقرص الكويره الاولى كما شفتوا كتقرصيها وهي كترجع معاك، حيت ديال الدقيق ماشي بحال اللي كانت فيها تلفينو. والعجينه ما كتجيش ديك العجينه اللي هي جاريه، العجينه ولا قاصحه، كتكون ما بين وبين. صافي هنايا كندهنها بديك الزبده ديالتي كنربعها على شكل مسمنه. بنفس الطريقه كندير الكويرات كاملين، كنحاول نقرصها حتى كيبان لي سطح العمل كتولي رقيقه، حتى كيبان لك سطح العمل. صافي وكدهنيها بالزبده قد ما ورقتيها قد ما كتجي مقرمشه ورطبه من الداخل. راه عرفتي واحد العجينه اللي هي هائله. ان شاء الله ديريها معتمده عندك في رمضان، واعره واعره واعره. انايا يعني كنصحكم بها. صافي هنا درت صدر ديال الدجاج اللي قطعته مربعات صغيره ودرته في مقله وطيبته بنفس التوابل اللي درت في الحشوه. خديت الفيرميسي درت لها ما طيب وصفيتها وقطعتها مربعات صغيره. حكيت واحد القطعه اولا مورسو ديال الفرماج احمر اللي كيخلي واحد التعليكه في الحشوه. صافي كنحرك مزيان باش يذوب لي داك الفرماج مع حد الحشوه باقي سخونه شويه. كنخليها تبرد واحد المده حتى كتبرد تماما. عا باش كناخذ الكره الاولى كنربعها على هذا الشكل، نحاول نورقها. راه انت كتورقيها وهي كترجع معاك، ما تخافيش، راه هذه هي الطريقه ديالتها. راه كتجي زوينه، كتجي واعره ملي كطيب مقرمشه مقرمشه. خصوصا هذيك الزبده مع الميزينه او النشا كتردها بحال ورقه البسطيله. صافي هنايا كناخذ الحشوه كنلويها بهذه الطريقه. هذه الطريقه اللي كندير على شكل بحال الشكل ديال السيجار. صافي كنحاول نجمع العجينه من الوسط، الحشوه ما تبقاش تخرج ليا نهائيا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنلوي نديرها في اللاطه ونشعل الفران من الفوق ومن التحت وكنخليه يسخن مزيان قبل ما نطيب لي سيجار ديالي او لانيم. كنشعل عليه بحال دابا راه كنقرص وشعلت على الفران وخليته كيسخن قد ما سخن ليا، ولكن ما تكونش درجه الحراره عاليه، يعني راه غتخليه شويه متوسطه لدرجه الحراره باش تدخلي داك السيجار يلقاو العافيه مجهده. عاد تنقصي وتخليه يطيب على المهل، كيطيب كيتقرمش، يعني ديك لاباط كتقرمش، كتولي مقرمشه من الفوق ومن الداخل كتكون رطبه
الورقه كتجيك الورقه على الورقه بحال ديك المايزينا كتخلي واحد اللمسه سحريه خطيره. صافي هنا دهنتهم بشويه البيض وعاد دخلتهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي، وما تنساوش ديروا لي لايك ودعموني بالتعاليق ديالكم وبالاشتراكات ديالكم وتفعلوا زر الجرس باش فيما نحط شي جديد يطلع لكم على القناه. الى فيديو قادم باذن الله.